صباح الخير. قلتوا لي عايزين فلوج، اعمل لكم النهارده فلوج. يلا بينا. النهارده يومنا طويل بس كمان مش لوحدي، فانا هعرفكم الاول مين الناس اللي جايين معانا عشان تبقوا في الصوره كده، وبعد كده نشوف هنعمل ايه في اليوم. انا احمد اسامه، عايش في براغ دلوقتي وجاي ازور اصدقائي. الراجل ده في يوم من الايام كان بيتفرج عليا عشان عايز يجي يدرس في المانيا بس فاكس 2019 وبعد كده رحت على براغ. لو اي حد هيجت كرينج داوت، انا كمان بكرنج من نفسي، فخلي بالك. انت انا ما بحبش اشوف نفسي، ما بحبش اطلع قدام الكاميرا. طب السلام عليكم، انا عبد الرحمن، عامل شانل برضو على يوتيوب. طنطاوي قال لي قول كلمتين، انا بصراحه ما بعرفش اقول كلمتين. هلو، اسمي لانا، انا الامبوستر، اردنيه بس هم مصريين يا ذاتس ات. ما قلتوش يعني عايشين فين؟ يعني مش عايشين احنا فين؟ كلنا كل واضح واحد عايش انهم في حته. مصريين، مفيش داعي للتعريف. لا عايشين من هنا فين؟ شتوتجارت، انا قاعد في شتوتجارت بس انا بتنقل، يعني كنت قاعد في ماربورج، ميونخ. جيسن. انت عايشه في ميونخ؟ ميونخ. اول حاجه هنعملها النهارده ان احنا في مكان اسمه الفلو ماركت، وده تقريبا اول مكان انا صورت فيه في حياتي في اليوتيوب كلها، حتى مش في القناه ديت، في قناه بيجا ايديا القديمه. بس اللي يقدر يشرح عنه اكتر عشان هو دلوقتي اللي ماسك موضوع شرح كل فسفوسه في المانيا هو عبد الرحمن اللي واقف بيصورني ورا الكاميرا دلوقتي. ايه ده يا جماعه ده؟ بصوا دلوقتي يا اخوانا، انا هقف فين الدفتر بتاعي؟ هو بقى يشرح لكم انا معايا دفتر. قدمت على الموضوع ده. لا الناس ما بتحبش الناس الرغايه، وانا الصراحه دايما بجيب دفتر وبقعد على الاقل تلت ساعه قدام الكاميرا بشرح في نقطتين بس مش اكتر منهم. احنا دلوقتي يا جماعه في حاجه اسمها فلو ماركت. الفلو ماركت ده معناه بالانجليزي فلي ماركت. الموضوع بيبقى عباره عن حاجات المستعمله زي ما انتم شايفين، ففي حاجات بتبقى يا اما مرميه يا اما حاجات مستعمله بتبقى الناس مش عايزاها، بس في مقابل ثمن رخيص او يعني ثمن بخس، بتلاقي ان انت ممكن تشتري حاجات بدل ما تشتريها جديد. Alles Schuhe, die Moschee, alles gebeten, ich habe alles geklaut und später verkauft die Schuhe. Bei Moschee. والله اللي بيقول لك الجزم دي احنا سرقناها من المسجد وبنبيعها هنا، دي الترجمه الحرفيه. بصوا بيبيعوا لابتوبات اشكال والوان، دي هاردات تقريبا وبروسيسورات ومش عارف ايه، مش عارف دي شاشات. Wie viel kostet ein Laptop? 100 Euro, alles Schrott. Funktioniert oder nicht? Alles funktioniert. Keine Akku gut. Nee, Akku nicht gut, aber so funktioniert alles. Okay. Übersetze ich jetzt. Also الراجل بيقول ان بيبيع اللابتوبات ديت هي مش عامله زوم ليه. الراجل بيقول ان بيبيع اللابتوبات ديت كلها شغاله، الثلاثه ب 300 يورو، الواحد ب 100 يورو، معرفش ليه ما قالش الواحد ب 100 يورو، بس البطاريه بايظه، شغال بالعافيه، ماشي حالك بيه. فهو يعني الراجل تحسه ايه، واقعي او حقاني، ما بيقولكش اللابتوب ده احسن لابتوب في العالم. حد فاكر الموبايل ده كان بيتفتح ازاي؟ لو عايز تعمل له، عايز تفتحه ده روج، ده دلوقتي فيه الفليب ومش عارف ايه بتاع سامسونج. انهي زرار من دول بيفتح الموبايل؟ اكتب في الكومنتس. اتعرفت على كل الشباب دولت عن طريق عبد الرحمن اللي هو اليوتيوبر. هو قابلني في الشارع بالصدفه من حوالي اسبوع وقال لي ايه ده، انا عايز اصور معاك واعمل فيديوهات معاك وبتاع. فعلا صورنا كام حاجه كده، بس هو لسه ما نزلهاش على قناته. ممكن لما تدخلوا على قناته اللي هسيبها في اخر الفيديو او هسيبها في الديسكريبشن تحت، ادخلوا قولوا له نزل الفيديوهات اللي حطيتها مع طنطاوي. المهم هو بقى عرفني على بيت الشباب، يعني هو في كمان شباب تانيين ما ظهروش لسه، ممكن يظهروا في الفيديو ده لسه مش عارف، بس هو عرفني على كام شاب كده في جيسن انا ما كنتش متواصل معاهم ومصريين وبتاع. ودي تقريبا اكبر ميزه عندنا كمصريين في الخارج، اننا مجرد ما نتعرف على بعض بنخرج ونتفسح ونتعامل كاننا عشره عمر. طنطاوي اداني الكاميرا وانا قاعد بصور براحتي، بس ايه، اي حد بيجي لي يقعد يتكلم معايا بالالماني، انا مش من هنا يعني انا مش من شرم يا جدعان، انا مش من شبرا. فانا كل شويه اصور حد يقول لي ما تصورش. انا طبعا مش فاهم يعني ايه ما تصورش، بس هو اكيد واحد بيشوح فبيقول لي ما تصورش يعني. بس هو ايه، انا استغربت. هو احنا اول لما دخلنا المكان ده قال لي امسك صور انت، انا فهمت ليه قال لي امسك صور انت. انا دبسته بصراحه.
عشان الناس هنا ما بيحبوش تصوير زي في مصر. فين الواد اللي ما بيعرفش يتكلم بس الماني؟ المهم ان انا مش فاهم حاجه، فهو لو حد قال لي اي حاجه انا مش هاخدها بيرسونالي عشان انا مش فاهم حاجه، فتمام يعني. ودي عبرة اليوم، مش مشكله تيجي فيا. دي عبرة اليوم. لو انت مش فاهم يبقى انت زي الفل. ليه؟ لان انت مش فاهم فطنش. يعني لو حد قال لك انت حمار قول له ايش بريش كاين عربي. بصوا كفايه كده تصوير في المكان هنا، علشان انا اسامه بهدلته وهو مش وش بهدله، هو مش جاي المانيا يتبهدل. شريت حاجه انت عجبتك حاجه؟ ولا كل ما هشتري حاجه الاقي واحد هيشتمني فاروح ماشي. بصوا بقى الخطه دلوقتي، عشان هم لسه ما فطروش نازلين على طول على الفلو ماركت عشان يلحقوا لان بيفتح بدري. فالخطه دلوقتي ان احنا هنروح نجيب اكل من السوبر ماركت ونرجع البيت عندهم نطبخه علشان نفطر، وبعد كده نشوف هنعمل ايه. فيلا بينا نروح نجيب حاجات الفطار. بسطرمه. الراجل ده المفروض كان يبقى معانا الصبح بس ما جاش. يلا عرف نفسك زيهم بقى. يا جماعه انا محمد ايمن. هو ايمن على طول. قولوا لي يا ايمن. ايوه. بقالي هنا في المانيا بتاع 6 سنين ولا حاجه. انا كنت نايم عشان كنت تعبان جدا وعشان نعرف نكمل بقيه اليوم يعني. احنا على فكره انتوا بالنسبه لكم احنا طلعنا فدخلنا على المطبخ على طول، لكن احنا قاعدين بقى لنا بتاع ساعه مكسلين نبدا نطبخ اصلا. بنشحن البطاريات. واحد بيشحن البطاريات. انت اللي هتطبخ ان شاء الله. اما نشوف هنعمل ايه. ماشي. ايمن هيعمل الفول وانا هعمل البيض. في ام كليك حلال ريندر شينكن. بصوا يا جماعه، بصوا لا عايز اقول لكم بس اوريكم حاجه. الناس دي ايه، انا بقى دايما انا اللي بعمل الفول بالخلطه بنفسي يعني. جايبينه لي مكتوب عليه ايه بالخلطه المصريه. طب وانا لازمتي ايه طيب؟ يعني انا مش عارف. بنسهل عليك الدنيا عشان مستعجلين. انا ماشي. انا بجيبه الساده وبعمل له التحويجه انا بس كده. انا هضطر ان انا بقى ايه اقلل الدنيا شويه عشان يظبط. ريحه بقه في الفيديو مش حلوه، مطرح الفول اللي هو اكله. منك يا ايمن، يقدمه ايمن. احنا نازلين دلوقتي. كوبي رايت سترايك عشان دي الاغاني بتاعتي طالعه من بقي. هتعمل لي كوبي رايت سترايك؟ طب بقول لك ايه؟ ماشي. شكرا. دلوقتي المفروض رايحين مكتبه بوك ستور، يعني مش مكتبه نبص عليها على كتب، تشوف الملخص بتاعها، وبعد كده نروح مع بعض كل واحد يألف الكتاب من دماغه او يقول ايه الحاجه اللي في الكتاب دوت من وجهه نظره يعني. كتاب يا جماعه ده اسمه موبايل إيش إس كان. لا احنا عايزين كتب بالانجليزي عشان الناس تفهم. هو كده هنشرح الكتاب ده بالعربي وهنقول لكم هو فيه ايه. بس هو يعني جنرالي كده هو عن ايرون مان. لو محدش عارف ايه هي ايرون مان فدي هنتكلم عنها بالتفصيل. ايرون مان بتاع مارفل. ده بتاع مارفل. طيب بتاعه الرياضه بقى ايه هي؟ دي ليها شرح كده مفصل هنبقى نقوله لكم بعدين. ايه الكتاب اللي انت اخترته؟ واتس يور دريم. واتس يور دريم؟ ايه حلمك؟ اخترت كتاب ايه؟ No longer human. كتاب ايه اللي جبتيه؟ Good girl. وبعدها بدأ كل واحد فينا يتصفح الكتاب بتاعه علشان يحضر هيقول ايه عن الكتاب دوت بعد شوية. تشرب قهوة يعني. يا ريت. تشرب قهوة؟ ماتشا. احنا مثقفين. ماتشا؟ يا ريت. ده كائن فضائي بيحب الماتشا؟ تحفه. ماتشا ولا قهوة؟ فريق أنهي فريق؟ انا بحب الاثنين بس النهارده قهوه. ماتشا ولا قهوة؟ قهوة سودا بدون سكر. قهوة سودا. ايوه مثقفه. شريف. بحتسيها. سياسيه.
يا جماعه الماتش طعمها حلو، بس هي بس لازم تدوها اكتر من فرصه لحد ما تظبط معاكم. عارفين لا بص، السوشي في ناس بتحب السوشي، في ناس ما بتحبش السوشي. السوشي ده ملفوف بتاع اخضر كده، بتاع الاخضر ده ممكن انت ما بتحبوش، تحس بزفاره السمك وزفاره الخضار، هي نفس الفكره بالظبط. انا ما بحبوش. في ناس بتحب السوشي وفي ناس باكله بالعافيه، باكله بالعافيه. هو انا الوحيد اللي نزل لي سكر ولا انت نزل لك سكر؟ طعمه فانيليا، طعمه لبن بالفانيليا. استفدت ايه؟ قشطه يعني في اللذيذ. ايه رايك؟ لبن زفر. وبعد بريك القهوة السريع قررنا أخيرا إن احنا نروح على الجنينة عشان نتكلم عن الكتب. أنت بتعمل إيه؟ بشوف الصور. طب أنا مش بصور، مش قلت لك هنصور؟ ايوه قول لي. إيه احنا أول مرة نشوف بعض إمتى؟ من يومين؟ امبارح. أنت بالنسبة لك امبارح؟ صح. وأنت بالنسبة لك من كام أسبوع؟ من اسبوعين باين تقريبا كده. بس قاعدين مع بعض طول اليوم فبقى في عشره دلوقتي. ايه رايكم بقى في موضوع ان المصريين بره البلد، بره مصر، بيتعاملوا مع بعض ازاي؟ عمركم شفتوا جنسيات بتعمل كده؟ انا مش عارف اجيبكم انتوا الاثنين، فانتوا قربوا احضنوني كده شويه. بمناسبه الموضوع ده مهم جدا، لان انا كنت قبل كده شغال في، انتوا عارفين H&M طبعا، وانا شغال فيه. الناس كانت وهي بتتكلم معايا بيقولوا لي ان هم ما يعني بيزعلوا ان هو لما يشوفوا حد من بلده، مثلا لو هو مثلا شخص مثلا روسيا مثلا، تمام، وبيحس ان في اوكوردنس كده، يعني الموضوع غريب، اللي هو ليه احنا مش عشان احنا من بلد واحده وفي الغربه ليه ما نبقاش كده بنحب بعض بشكل اوفر يعني. فقعدت احكي لهم بقى المصريين بيعملوا مع بعض ايه في الغربه. يعني احنا حرفيا، يعني احنا الناس لما بتشوف حد هنا وتعرف ان هو مصري بيبقى حاسس ان هو عايز يعني يضرب، عارفين بتاعت عيد الميلاد دي اللي هي اللي بتطلع حاجات دي، اللي هو لقيت كنز، ايه ده واحد مصري، خصوصا الشباب، تعالى احكي لي عملت ايه، جيت ازاي، رحت فين وبتاع، وفعلا ويلا ناكل، يلا نعمل، يلا نخرج. بحسها على حسب، بس بحسها على حسب، لان انا بالنسبه لي بصراحه يعني اول لما رحت التشيك شفت كذا حد مصري، ومن اول لحظه كده ما حسيتش ان انا يعني عايز اتعرف عليهم قوي، لان انا لو اتعرفت عليهم يبقى يعني هنبقى لازقين لبعض وحاسسهم مش شبهي، فانا ما كنتش عايز الزق معاهم من اولها عشان ما يبقوش هم دول الجروب بتاعي يعني، واللي مجمعنا مجرد ان احنا مصريين بس واحده واحده يعني. خلاص الكويس ان انت ايه، مش عشان هو مصري خلاص تقعد معاه، بس يعني انت تديله اول ليفل ان هو ايه، ده واحد مصري تعالى نتعرف عليه. بعد كده لو حسيت ان هو مش شبهك قوي من اولها، ده اللي كنت اقوله، ما تلزقش يعني معاه. هو مش ما كانش هيبقى صاحبك لو انا كنت بتكلم على حتى في الفيرست مصر. امبريشن، انا مش بتكلم على خالص لو انا في مصر. انا كنت بتكلم على الفيرست امبريشن، ان انت هنا انت بتعمل كل حاجه، ان انت بتقعد معاه وتاكلوا اكله وتنزلوا مع بعض. ممكن لو مش شبهك ومش متفقين خلاص، بعد كده انت سنه بتلاقي خلاص في كل واحد بيدستنس. ثواني حتى لو مش متفقين، لقيته في مصيبه، واقع في مصيبه، مش هتساعده؟ لا طبعا هتساعده. انت هساعده طبعا. الفكره دي مش موجوده عند كل الناس. وده حصل على فكره، يعني هم الناس اللي اولين اللي انا ما كنتش متوافق معاهم دول كنت بساعدهم جدا لحد دلوقتي، يعني لحد دلوقتي احنا نعتبر اكوينتنس يعني اكتر من ان احنا صحاب. يعني معانا الكونتاكتس بتاع بعض، ولو حد طلب مني حاجه بساعده، بس احنا ما بننزلش خالص مع بعض، ما بنعملش اي حاجه مع بعض، بس لو حد طلب مني حاجه بنعملها. على فكره انت اول واحد مصري اخرج معاه بتاع دوت اتصاحب معاه كده واخد رقمه من اول مره، وهو مش في المانيا والله. يعني ممكن مره في النمسا، بس لا نادره جدا. بس دي حاجه برضو عشان يمكن في المنطقه اللي انتوا عايشين فيها دلوقتي دي ما بيجيش فيها تورستس قوي، فانا جاي علشان ازور صحابي وكده، فقابلتك بالصدفه بالطريقه دي. طب انت دلوقتي بقى بالنسبه للكلام ده ايه اللي قلته لي من شويه لما كنا مع بعض؟ لا حبيتك بصراحه، فيعني احب ان انت تيجي لي في براغ انا ولا كل الشله الفاسده دي؟ هم دول صحابي اوريدي خلاص. فانا يعني انا اللي دخيل على الشله دي على فكره. عليهم ان هم يجوا لي، اصلا هم جوا لي مره بس هو حاجه تقيله ان هو بس نفسي اروح، لسه ما جاليش. نفسي اروح. ايمن يقدمه، ايمن ما راحش براغ. ايوه وانت رحت انت عايش في براغ. انا عايش في براغ. ايه رايكم اكلك واشربك الناس اللي عندي على القناه، اروح براغ اتفسح ولا خلينا في المانيا احسن؟ انا ما رحتش على فكره كل حته في المانيا، ولو انا رحت براغ ثواني، لو انا رحت براغ ايمن تيجي براغ معايا عشان ما نتوهش او نتوه سوا؟ ماشي انا موافق. بس انا هقول لكم حاجه، انا بس عايز اقول حاجه عن نفسي الصراحه. انا بحب المانيا الصراحه، بيتوتي في المانيا شويه، يعني ايه، انا بقالي هنا كتير قوي
ويمكن ما اتحركتش بالشكل اللي هو ما يعني ما المفروض بقى تلاقي ناس بتتنطط وتروح ايطاليا وتروح، لا انا رحت سويسرا عجبتني بس قاعد في المانيا. انا في مره بقول له كنت بقول لك ما تقولي براغ، فايه ايمن لقيته بيقول لي احنا في حتت كتيره في المانيا لسه ما زرناهاش، ما تيجي نروح مش عارف نروح فين في المانيا. قلت له طب انت ليه ايه اللي عاجبك في المانيا انك تروح كل الحتت دي؟ قال لي لا انا حاببها مستريح هنا وبتاع، وعايز لو عايزين نشوف اماكن نشوفها جوه المانيا قبل ما اطلع بره. انا قبل ما اسافر المانيا اصلا يعني لما كنت باخد كورس في جوتا، حاجه من الحاجات اللي كنت بحب اعملها ان انا بحب اشوف ثقافه الاماكن المختلفه، كل ولايه في المانيا الناس بتتكلم ازاي. طلع في الاخر على الفاضي وقعدت في البيت لما جيت. والله يعني في الاول لفيت لفه كده، بعد كده حصل حاجه زي اللي انت بتقولها دي كده، اللي هو كلهم شبه بعض، كلها نفس الثقافه، بس عجبني السيستم، عجبني النمط، وعجبني الناس بتفكر ازاي، وبحترم حاجات كتيره فيهم، بحترم حاجات كتير قوي هنا. بس طبعا مصر ام الدنيا يا جماعه. ما تقارنش. مش هقارن، بس مصر حاجه تانية يعني. براغ احلى يعني التشيك احلى ولا المانيا؟ انا صعب اقارن بلدين ببعض، ممكن اقارنك مدن مثلا. مثلا قارن لي براغ ببرلين، عشان انت براغ قريبه من برلين وانت رحت الاثنين. انا رحت برلين كذا مره، بس انا بحس عامل الجو بيفرق قوي. كل مره بروح برلين الجو بيبقى زي الزفت. رحت برلين بتاع 5 مرات، كل مره الدنيا بتمطر عليا اول لما اوصل. فبالنسبه لي لحد دلوقتي براغ احسن بكتير. في حاجات مختلفه في براغ بحبها، يعني ان هو ايه، في دايفرسيتي من ناحيه الحاجات اللي الاكتيفيتيز اللي ممكن تعملها والناس اللي بتتعرف عليها. انا كنت عايز اروح في مدينه بيبقى فيها حواليا ناس كتيره من بلاد مختلفه. انا بحب فكره الكالتشرال اكسشينج، يبقى حواليا ناس اتعلم لغه ده واسلم على ده بالطريقه دي وحاجات كده. طب السؤال بقى، وده سؤال مهم جدا عشان في ناس بتهتم بالبشر، ايه رايك البني ادمين في التشيك ولا البني ادمين في المانيا؟ اللي انا لاحظته على فكره، مثلا انا قعدت اول 6 شهور في التشيك، ما روحتش المانيا في اول 6 شهور. مفيش ولا واحد تشيكي يكلمني، يعني مفيش حد خبط عليا يهزر معايا يتكلم معايا ويقول لك ان الالمان دول ما بيتكلموش مع حد. تعال شوف التشيك عامله ازاي. انا رحت المانيا في اول يوم ليا، لقيت واحد بيهزر معايا، واحد بيتكلم معايا مش عارف ايه. قلت ايه ده كده، هي دي المانيا اللي انتوا بتقولوا عليها؟ اقل من كده محدش بيتكلم. يعني انت شايف ان الالمان الطف من التشيك؟ سوشيال اكتر من التشيكيين. ما اللي انا اعرفه ان اوروبا الشرقيه دي الناس حبوبه كده وبتحب الحياه والفسح والخروج ومش عارف ايه. ما هو اصلا البولنديين كده تحس عندهم كهرباء، يعني البولنديين على الاقل اللي احتكيت بيهم بحس ان بولندا قريبه من التشيك شويه، ولا مالهمش دخل ببعض؟ بولندا يعني قريبه شويه من البولنديين، قريبين من التشيكيين، فهو ما فيش حاجه اسمها تشيكي، هم اصلا المان على بولنديين خلفوا تشيكيين. ونعم الخلفه. شكرا على الاجابه. فميكس. تعالوا المانيا ما تروحوش للتشيك. ايه رايك يا اسطى في المصريين في الغربه؟ المصريين في الغربه هم زي الفل، بس بالله عليك ما تطولش في الكلام. لا انا ده سؤال صعب قوي، انت عايزني ما اطولش؟ بيسالني سؤال ايه رايك في المصريين في الغربه وبيقول لي ما تطولش في الكلام. بص، في مصريين في الغربه هسيبه يرد كويسين، زي الله تعالى، زي اخينا ده الحمد لله. انا اتعرفت عليه، ولما اتعرفت عليه، لا بجد والله اتعرفت عليه كان كويس لدرجه ان انا لما سمعته بيكلم امه على ماسنجر كانت بتقول له انت ابن حلال. ليه يا طنط انا ابن حلال؟ عشان تعرف ابني. والصراحه لما عرفته كان معاها حق والله العظيم، لان انا ابن حلال، ان انا عرفت واحد ابن حلال زيي. والله انا حلال، واي حد ما عرفناش يبقى مش حلال. احنا تقريبا عمالين نلف ونعمل حاجات كتير علشان احنا خايفين نقعد نتكلم عن الكتب اللي احنا ما قريناهاش في المكتبه، بس ده دلوقتي جه الوقت اللي احنا نتكلم مع بعض على الكتب اللي قريناها في المكتبه او اللي تظاهرنا ان احنا بنقراها في المكتبه. تعمل ايه؟ انا بصور عشان ما اعملش نفسي بتكلم على الكتب برضو؟ لا بس اكتر واحد فينا متحمس ان هو يتكلم عن الكتاب بتاعه انا حاسس هو ايمن. نبدا بايمن عشان تبقى البدايه حلوه. يلا بينا. الميكروفون معاك. ايه ده؟ المايك معايا. طيب الكتاب بتاعي كان عن واحد اسمه يوناس دايشمان، ده واحد الماني دخل ايرون مان. مسابقه ايرون مان دي عباره عن حاجه كده، هي ايرون مان فعلا، ان هو بيعوم 3.8 كيلو متر، بعد كده بيسوق العجله لمسافه 180 كيلو، وبعد كده بيجري 42.2 كيلو متر. تمام؟ الثلاث حاجات دي بتعمل في يوم واحد. بيكون معاهم تقريبا ماكسيمم 17 ساعه حاجه زي كده. فالراجل ده عمل الموضوع ده لمده 120 يوم، كل يوم
كل يوم عمل الثلاث حاجات دول. فالكتاب ده الصراحه عجبني قوي. وبعدين ايرون مان دي تتعمل مثلا في ايرون مان في مصر، في ايرون مان في مثلا في فرانكفورت، في ايرون مان في مش عارف في برلين، في كل مدينه في يوروب في مسابقه ايرون مان ليها. الواحد ليه في اصلا ليهم ويب سايت يقدر يقدم عليه. ان شاء الله في يوم من الايام اكون انا الايرون مان ده، يعني ان انا اخلص حاجه زي كده واقدر اعمل الثلاث حاجات دي في يوم واحد يعني. بعد ما ايمن خلص كلنا اتحمسنا ان احنا نتكلم عن الكتب بتاعتنا، وفعلا التجربه كانت جميله جدا رغم ان احنا كلنا ما كناش مذاكرين الكتب بتاعتنا قد كده، وبدانا كمان نالف في الكلام اللي موجود فيها. الجو كمان بصراحه كان جميل جدا، ولحظه الغروب كانت منظرها رائع جدا، فقررنا ان احنا نقعد شويه نستمتع بالمنظر ونتصور كام صوره. تقييمك للفلوج ده من 10 مقارنه ببقيه الفلوجز بتاعتك؟ بص، هو انا لسه ما منتجتش، بس الناس ما دام بتتفرج دلوقتي يبقى هي شافت المونتاج بتاع الفيديو. بس هو عامه انا فلوجاتي دايما بتبقى التصوير الى حد ما عشوائي مع بعض التخطيط، وساعات ما بيبقاش موجود عشان اكون صريح، بس اللي بيلم الدنيا وبيلم عبلي ومشاكلي هي المونتاج. فصنعة المونتاج دلوقتي هي اهم. تقييمي للفيديو بصراحه يعني بسيبك بقى من الفيديو، اليوم نفسه لا اليوم جميل جدا والله، انبسطنا مع بعض. حلو والله. انا الصراحه اكلنا، عملنا فطار حلو وبيض بالبسطرمه وفول، لفينا شويه وجينا هنا جناين وبط وبتاع. بس انا شايف ان هو كفيرست فلوج انا ما تخيلتش في حياتي ابدا بجد ان مثلا لما اجي اعمل فلوج في اي وقت هيبقى معايا طنطاوي اللي هو انا بالنسبه لي ملك الفلوجز بتاعت المانيا. يا عم ملك الفلوجز ايه؟ لا بجد ملك الفلوجز بتاعت المانيا من غير تطبيل، من غير اي مهرجانات والكلام من ده. انا بالنسبه لي الوحيد اللي كنت بتفرج على الفلوجز بتاعته في المانيا هو الطنطاوي. بس انا ما بحبش اعمل فلوجز اصلا، انا متعبه. انت شايف اليوم عامل ازاي؟ متعبين، بس انت انا بس هي المعلومه واحده ان انا بحب اتفرج على الفلوجز بتاعتك انت في المانيا بس. يا سلام، بس هبوظ الفلوج ده ومش هعرف امنتجه بسبب الكلام ده. ما شاء الله، الله اكبر، ما شاء الله، الله اكبر. بص كده 7 في 5. على العموم انا مع اللحظه ديت وانا كده ايه مديني كلمتين حلوين هننهي الفلوج. فاللي عجبه الفيديو اذا عجبه يعني يعمل لايك، اللي لسه ما عملش سبسكرايب اول مره يشوفنا يعمل سبسكرايب ويعمل للراجل ده سبسكرايب. هتلاقوا البتاع طلع دلوقتي بتاعته. واشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي اللي ما اعرفش امتى. سلام.